أخبار الأهلي. رابطة الأندية تخطر الأهلي وبيراميدز باستقرارها بشكل نهائي على تسليم درع الدوري للفريق البطل بعد مواجهات اليوم لختام الموسم بشكل جيد. عماد النحاس يطالب لاعبي الأهلي بضرورة التسجيل المبكر في مواجهة الليلة وعدم منح المنافس فرصة للدخول في أجواء المباراة واكتساب الثقة، ويحذر مروان عطية ولاعبي الوسط بشدة من منح زهير المترجي ولاعبي فاركو المساحات للتسديد على مرمى الشناوي وتكرار الأخطاء التي حدثت في مباراة الدور الأول. السولية ولاعبي الأهلي الكبار يحاولون تخفيف الضغط على باقي زملائهم في الفريق قبل مواجهة فاركو في ظل حالة الشحن الكبيرة طوال الأيام الماضية حتى لا تؤثر هذه الضغوط على أدائهم في مباراة اليوم، وكأن الفريق سيخوض نهائي دور الأبطال الليلة. حالة تأهب قصوى تسيطر على معسكر الأهلي قبل مواجهة فاركو وتركيز شديد يسيطر على الجميع وجلسات تحفيزية مستمرة من الجهاز الفني والإداري. رام ربيعة ويحيى عطية الله وكريم الدبيس ورضا سليم وأغلب اللاعبين المستبعدين من مباراة فاركو يستقرون على حضور مباراة اليوم من